مشاهدة المسلسلات في رمضان هل تبطل الصيام؟ بالنسبة للمسلم يكفيه تفريط طوال العام ويكفيه تساهل ويكفيه كذا، يأتي في رمضان أيضا فيضيع. رمضان يمثل رأس مال الإنسان في واقع الأمر، رمضان فرصة العمر، ولذلك إذا جاء رمضان ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يخرج رمضان إلا وقد غفر له، وهذا لا يتأتى بسهولة، يتأتى بجهاد نفس، يتأتى بالمواظبة على الفرائض، يتأتى باهتبال كل لحظة من لحظات شهر رمضان في الليل والنهار في قضية الطاعة. للأسف الشديد بعض الناس الآن يعتقد رمضان في النهار بس، ويقول الليل لا، خذ راحتك، يعني النهار ربك والليل لقلبك مثل ما يقولون، وهذا غلط. رمضان ليله ونهاره سواء، إلا أنك في النهار تمتنع عن الأكل والشرب، وأما الليل ففيه قيام الليل وقراءة القرآن وفيه